فول العربيات بس ايه حكاية. معايا نص كيلو من الفول وربع كيلو من الفول المدشوش، نقع كل واحد فيهم ساعة وشطفته كويس وكمان صفيته من المية. ربع كوب من العدس الأصفر، وكمان معايا طبعا مغسول كويس، وكمان معايا معلقتين كبار من الكركم. هحط نص كمية الفول في الدماسة، وبعد كده العدس معلقة كبيرة من الكركم، وانزل بالكمية التانية، وبعد كده معلقة كبيرة، واحط ميه في الدماسه واسيبها تغلي على النار. يكون السخان بتاع الدماسه بيسخن، وبعد كده احطها على السخان 4 ساعات، وابتدي ان انا ازود ميه سخنه مغليه، لان انا ما نقعتش الفول اكتر من ساعه، والفول بياخد وقت في النقع اكتر من الفول المدشوش، يعني حوالي 5 ساعات. بس انا بالنسبه لي كده افضل. هزود ميه وهتبقى ميه مغليه. الوصفه بالتفصيل بكل تكاتها وحركاتها هتلاقوها موجوده على قناتي اسمها اكلات على كيفك. بعد كده هنجيب الحله على النار، شويه زيت حلوين، توم، كزبره، كمون، ملح، معلقه صغيره من كل منهم. وبعد كده هنزل الفول اللي انا ضربته مع شويه ميه صغيرين بالهاند بلندر. ولو عايزين تخففوا القوام بتاع الفول اكتر من كده زي ما انتوا حابين، مفيش اي مشكله. تابعوني الفتره الجايه، هنزل وصفات جامده جدا ان شاء الله هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحيح، ما تنسوش بقى تعصروا ليمونه على الطبق بتاعنا الحلو ده. ومع السلامه.